هم 7 لاعبين داخل منطقة الجزاء في هذه الضربة الثابتة الجانبية. لعبت على الأرض جميلة، جول أول للمصري. المصري البورسعيدي يتقدم بالهدف الأول في هذه المباراة من ضربة ثابتة. يأتي الهدف الأول للنادي المصري البورسعيدي. عمل رائع في الضربة الثابتة، والمصري يسجل أولا عن طريق محمود حمادة. بالأمس كان يوم جميل للكرة المصرية بفوز الأهلي وفوز فريق بيراميدز في دوري الأبطال وفوز منتخب الشباب. وادي يا ولد عبد الرحيم دغموم وحمادة يسجل أول أهداف النادي المصري البورسعيدي. امتدت الكرة من أقدام المدافعين، لكن هذه شغل المدربين. علي ماهر مدرب كبير ومحمود حمادة يفتتح سجل